النهارده احنا معانا اكتر من 100,000 نقطه وقت اضافي. وفي الفيديو ده بقى احنا هنصرف ال 100,000 نقطه دول كلهم على الباكجات ولكن بحظ اليوتيوبر. ده باذن الله وبفضل الله هيكون الجزء الاول من سلسله تفتيح باكجات بحظ اليوتيوبر. فلو الفيديو والاجزاء باذن الله عجبتكم ما تنسوش اللايك بتاعكم والاشتراك في القناه وقولوا رايك في الكومنتات. والله انا بقى على الفيديو. زي ما انتم شايفين دلوقتي يا اخواتي معانا 101,000 نقطه بالظبط. فال 101,000 دول هيتصرفوا كلهم باذن الله في الفيديو ده. زي ما انتم شايفين باكج ال 30,000 ما ينفعش تفتح منه غير مره واحده بس، ولكن باكج ال 4,000 تفتح زي ما انت عايز بقى براحتك. فبما ان باكجات الوتر ده في للاسف اخرها 115، فاحنا مش هدفنا هيكون اللعيبه، لان هدفنا بكل بساطه ان اليوتيوبر اللي هيطلع لاعب اوفر اعلى هو اللي هيفوز بكل بساطه. لان زي ما قلت لك القانون اللي هيكون معانا على مدار الفيديو ان اليوتيوبرز اللي يطلع لاعب اوفر 113 هياخد نقطه، لاعب 112 لا لاعب 114 هياخد نقطتين، لاعب 115 هياخد 3 نقط. وعلى مدار الفيديو بقى اللي هيطلع لعيبه اكتر بنقاط اكتر هو اللي هيفوز، ومش هيفوز حاجه، هو فاز كده وخلاص يعني. واليوتيوبرز دول هيكونوا 4 من اتقل اليوتيوبرز في العرب كلهم او في مصر بالتحديد يعني فاهمني، وهم هيكونوا بولتكس وبشر وعبدو اكس دي وهيكا. فعايزك بقى تكتب لي في الكومنتات توقعكم مين اكتر واحد هيفوز معانا في باكجات الحظ النهارده. ويلا بينا على اول باكج. نبدا اول باكج معانا بحظ بولتكس ونقول بسم الله. اول باكج جايه بحظ المعلم بولتكس ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. فكك يا عزيزي اعمل باكج اعمل لايك سبسكرايب ماشي. لاب 110 مالناش دعوه بيه. يلا على الباكج اللي بعده جمع يا باشا. يلا تاني 4000 بحظ بشر تمام. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين يا معلم؟ لاعب 112 ماشي. بيشي كان لسه له اوفر واحد بس ويحصد اول نقطه في الحلقه كلها. وتالت فتحه معانا بحظ المعلم عبد 2 اكس دي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. لاعب 110 تاني نفس اللاعب اللي طلع لعبده ونفس اللاعب اللي طلع لبولتكس. ورابع باكج معانا بحظ المعلم هيكا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه كلهم يوتيوبرز اساطير وانا بحبهم كلهم بتفرج عليهم كلهم. ماشي. لعب 111 لسه لحد دلوقتي اول جوله مفيش حد طلع نقاط خالص. وترجع تاني بحظ المعلم بولتكس ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين يا معلم؟ هل من لاعب 113 لاعب 109 ملناش دعوه. يلا على اللي بعده. تاني باكج ب 4000 بحظ المعلم بشر ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مين بقى اول واحد هيحصد معانا اول نقطه؟ لاعب 112. بشر طلع له لاعبين 112 يعني كان لسه له لاعب اوفر واحد بس ويحصد اول نقطه في الفيديو كله. وتالت باكج معانا بحظ الاسطوره عبد 2 اكس دي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لاعب 111 ماشي. يلا بينا على اللي بعده. والباكج الرابع هيكون بحظ المعلم هيكا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هل هيكا هيحصد اول نقطه ليه او اول كام نقطه؟ ما حصلش اول نقطه. طلع له لاعب 114 ولكن ماشي لسه معانا 69,000 نقطه فالتحدي لسه مكمل معانا باذن الله. واول باكج تاني بعد الجوله الثالثه باين بحظ المعلم بولتكس ونقول بسم الله ماشي. لاعب 111 لسه لحد دلوقتي كلهم بموسم صفري محدش حصد اول نقطه ليه في الفيديو ده. تاني باكج بحظ بشر ونقول بسم الله. لاعب 112 هو بشر مش عارف ماله يا جدعان بيطلع لاعب 112 يعني لو اوفر واحد بس في الثلاثه وكان هيحصد اول نقطه ليه. والمعلم عبده اكس دي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كلهم من حاسس الدوري الانجليزي لعيبه 109 ماشي مالناش دعوه. يلا بينا على اللي بعده. رابع باكج بحظ المعلم هيكا تمام. ونقول بسم الله. هل هيكا هيحصد اول نقطه؟ فيا جدعان الحظ ده يا جدعان. زي ما شايفين معلم هيكا طلع له لاعب 110 للاسف فلحد دلوقتي مفيش حد فيهم قادر انه يحصد اول نقطه في الفيديو. ونقول بسم الله. واول باكج تاني بحظ المعلم بولتكس. انت مين؟ ماشي. لاعب 112 كويس. يلا بينا على اللي بعده. وتاني باكج بحظ المعلم بشر ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هل بشر هيحصد اول نقطه ليه في الفيديو؟ تمام. وتالت باكج هيكون بحظ المعلم عبد 2 اكس دي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هل هيفعلها عبد ويحصد اول نقطه؟ فعلها عبد 2 اكس دي وحصد اول نقطه ليه في الفيديو دوت. طلع له المعلم اندريه اونانا باوفر 113. ورابع واخر باكج في الجوله ما اعرفش الخمسه بيتهيألي بحظ المعلم هيكا ولا حد هيعادل عبده تمام. اوفر لاعب اوفر 112 للاسف. عبده لحد دلوقتي متصدق بنقطه واحده والباقي صفار حرفيا. واول باكج تاني بحظ المعلم بولتكس ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هل هيفعلها بولتكس ويحرز التعادل؟ لم يفعلها بولتكس ولم يحرز التعادل. وتاني فتحه بحظ المعلم بشر ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هل هيفعلها بشر ويعادل النقاط؟ اوكي هناخد جاكسيا عشان بشر يعني برشلونه وكده. وتالت باكج بحظ عبده. هل يفعلها ويعزز الصدارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا لاعب 110 اوكي تمام. ورابع باكج معانا بحظ المعلم هيكا. يعني مش معقول يا جدعان اللي يكسب بنقطه واحده يا جدعان. فين يا جدعان اللعيبه يا جدعان؟ لو بفتح باكج بالصدفه كده هيطلع لي لاعب 114 ولا 115. فين اللعيبه يا جدعان؟ ماشي. وباكج بحظ بولتكس ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين يا معلم؟ تمام. لاعب 111 يعني مش معقول عبده يكسب بنقطه يعني مش معقول النقط يعتبر خلصت خلاص يعني ده اخر جوله بيتهيألي
بنقطه نقطه يا جدعان. يعني ايه ده بجد؟ فين التنافسيه في كده؟ ماشي. ده كان تمام بيلشي ولا ولتكس؟ لا ده كان بيشفي تقريبا، ده بيشفي لعب 112. ودلوقتي ده المعلم عبده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حاجه غريبه يا جدعان، يكسب بنقطه نقطه نقطه. واخر باكج تقريبا بحظ المعلم هيكا، هل يفعلها هيكا ويتعادل في الوقت بدل الضايع في الدقيقه 90؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هيكا وبكده يا جماعه تقريبا عبده هو اللي كسب، لانه هو حصل نقطه، ما اعرفش انا ايه الحظ دوت. يعني تبان هو ما هم حظهم حظ، انا ما عنديش فكره الصراحه. فدلوقتي بقي 4000 وده اخر باكج حرفيا، فهنفتحه بحظهم الاربعه فاهمني، ممكن يعملوا حاجه يعني فاهم، وانا معاهم يا عم يلا. هات بقى في حاجه هتحصل ولا اي حاجه حصل. وزي ما انتم شايفين يا جماعه الرئيسيه اللي بتطلع 3000 احنا ختمناها حرفيا، معانا 100000 تمام. فاحنا هنزود 50000 كمان من عندنا اللي هي هنختم التانية برضه على العمل بقى، يعني ان حاجه تتظبط فاهمني. اصل مش معقول يعني يكسب بنقطه، ايه ده في كده يعني؟ في حد بيكسب بنقطه؟ حاجه غريبه. فحط يا عم اللعبه دي تقريبا، لا بلاش ميسي سيب ميسي. دي تقريبا كل اللعيبه اللي طلعت لنا في الموضوع دوت يعني على ما اظن. حط ميلوت ومش عارف مين، سيب كيميتش. استنى، دي ما بتاخدش اللعبة بتاعت الأساطير الدوليين. اوكي تمام ماشي ماشي. ديت ما بتخش اللعبة اللي طلعنا من الحدث، يعني احنا عاملين ناخد لعبة الأساطير الدوليين. فدول ما ينفعش اللعبة بتاع الأساطير الدوليين ما بتحطوش في ديت. انت فاهم معايا؟ انت فاهم حاجة؟ بإذن الله هتكون معايا يعني. فاحنا أصلا لو حطينا كلهم مش هناخد ال50000. واللعبة يعني ما تتحطش في حاجة زي ديت الحقيقة. فاحنا ايه، هنكتفي مثلا بإيه بالصف ال13 دوت. هقول لك أنا حاجة ممكن مثلا لو عملنا كده 28000. تعال نشيل دول 26000 وهنحط دول ب 28000 واحنا معانا 2000 تمام. لا مثلا نشيل يوزن دوت وحط دوت مثلا كده 28000 تمام معايا. لو بقول لك يا عم هيسيب مثلا نشيل جولي دوت تمام وحط ميسي ما يهمش، لعب نجوم اسبوع. زي ما انت شايف دول 28000 على 2000 نروح نفتح واحده ب 30 ماشي، اللي هي بتطلع لعب من 113 ل 115 ودوت يعني ايه بكله. انت فاهم حاجه؟ يعني هيكون بحظهم كلهم. زي ما انتم شايفين يا جدعان دلوقتي معانا باكج ب 30000 تمام. ولسه طبعا على النقاط بتاعتنا عبده نقطه وكله صفار تمام. فاحنا هنفتح الباكج دوت واللاعب اللي هيطلع هنختاره ونقطه تفضل متسابه على جنب تمام. واللي هياخد بقى النقط ديت حاجه هقول لك عليها بعد الباكج دوت. فتعال نفتح بقى الباكج ونفتح الباكج ونقول بسم الله ب 30000 نقطه ونقول بسم الله. ان شاء الله لاعب 115 يكون بثلاث نقط ولا حاجه ماشي. يعني انا لاعب 114 فهات مثلا المعلم دوت ما اعرفش اي حد فيهم اصلا. فهات دوت وكان لاعب ال 114 ده بنقطتين معايا. النقطتين دول بقى هيروح لمين يا معلم؟ تعالى اما زي ما انتم شايفين يا جماعه الموضوع بكل بساطه هيتم عن طريق عجله الحظ. والموضوع بكل بساطه ان احنا هنلف العجله ديت والاسم اللي هيطلع عليه هو اللي هياخد النقطتين دول فاهمني. يعني مثلا لو طلع عبده يبقى عبده كان معاه 3 نقط وكده هو اللي فاز. لو طلع اي اسم تاني سواء هيكا او بشر او بولتكس يبقى هو كان معاه نقطتين وفاز ايه فاز يعني بسبب ايه ان هو هيبقى عدى عبده فاهمني. يعني الفكره وصلك. فتعال نلف دلوقتي ونقول تعال نلف دلوقتي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مين هيفوز معانا بحلقة النهاردة؟ عبده. مش معقول يا جدعان، مش معقول يا جدعان، عبده مختم الحظ في الباكجات وفي عجلة الحظ. يعني عبده يعني حظ اسطوري معانا في فيديو النهارده. وبكده عبده يكون فاز 3-0 على بقيه المتنافسين يعني. بس كده يا جماعه ده كان فيديو النهارده. ولكن انا كنت الفكره دي انا كنت المفروض اطبقها على الباكجات العاديه تمام. وده باذن الله هيتم في الفيديوهات الجايه باذن الله. يعني الفيديو النهارده كان مش عايزين لعيبه فاهمني، انا كنت عايز اجمع نقط بس. ولكن الباكجات بقى اللي هو السحبات بقى والكلام ده باذن الله هيكون الفتره الجايه تمام. لو انت عايز يوتيوبرز نفتح بحظهم زي الفيديو النهارده كده فالكومنتات يا باشا اكتب لي في الكومنتات. وبس كده يا جلاش الجاي والسلام عليكم.